بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ يا رب تكونوا بخير وعافية. جزاكم الله خير الجزاء على التعليقات الإيجابية والدعاء الطيب لي بالعافية وبالشفاء. تقبل الله منكم وحفظكم من كل مكروه، وجعل ما تكتبون وما ترجون لي من خير في ميزان حسناتكم، اللهم آمين. رغم وجود كم هائل من التعليقات الإيجابية، إلا أن في تعليقات على الفيديو السابق مرت علي واستوقفتني للحظات، وكنت حرد عليها رد فردي، لكن قررت أني أرد عليهم في فيديو خاص لتستفيد صاحبة التعليق ومن تفكر بنفس منطقها. التعليقات فيها كمية تناقض في الرأي وسوء فهم وتسرع في الأحكام على الناس. المشاهدة ما أدري هي متابعة لي؟ ما أظنها متابعة، لأنها لو متابعة أكيد بتعرف أسلوب أم بشرى وطريقة تفكيرها، لكن أكيد إنها مشاهدة مرت مرور سريع وما تعرفني، مجرد إن لفت انتباهها الفيديو ودخلت شاهدت منه دقيقتين وطلعت منه تكتب التعليق اللي يدل على أنها ما فهمت شيء ولا شاهدت شيء. لقطت كم كلمة من الفيديو وسوت تخطي حتى خلص الفيديو، ونزلت كتبت هذه الكلمتين اللي قدمتها لي كنصيحة. أنا كنت أنصح في الفيديو وهي ما سمعت من كلامي ولا شيء، وجات تعلق وتنصحني بكلام ما أعرف إيش أقول لها. هذا تعليقها قدامكم على الشاشة. وهذا التعليق الثاني قريب منه في الفكرة. خذوا فرصة كم ثانية تقرؤون التعليقين وقولوا لي إيش رأيكم. هل أنا طلعت وقلت إنكم حسدتوني لما تتكلم المشاهدة بهذا الأسلوب الهجومي؟ أنا ما قلت شيء ولا اتهمت أحد، لكن الله أعلم، يعني ما هو شيء مستحيل. الناس ما هم كلهم قلوبهم ونفوسهم لطيفة ويتمنون الخير لغيرهم. ثاني شيء، من قال لك أن العين تصيب فقط أصحاب القنوات في السوشيال ميديا؟ ومن أوحى إليك أنها تتخطى أصحاب الأموال والقصور البعيدين عن السوشيال ميديا؟ وتحاولين تثبتين لنا أنهم رغم بعدهم عن الشهرة إلا أنهم أصيبوا بالأورام وبالأمراض المستعصية، وكأنك تؤكدين أن إصابتهم من سابع المستحيلات أن تكون بسبب عين لأنهم بعيدين عن الأنظار. هل أنت قائمة على حمايتهم من أعين الناس؟ ممن يعرفهم من الأقارب والجيران وزملاء العمل وعامة الناس اللي يرونهم وهم داخلين وهم خارجين من بيوتهم؟ هل هم معزولين عن العالم والناس ولا تصل إليهم الأعين؟ كيف تأكدتي وجزمتي بأن ما أصابهم لم يكن ولن يكون بسبب عين أو حسد أو أي عارض روحي؟ إن دل على شيء فإنما يدل على جهلك، واعذريني على الكلمة. وفي ناس سمعوا كلمتين عن الوسوسة وصاروا كل ما أحد جاب سيرة العين والأمراض الروحية نطوا في وجهه واتهموه بالوسوسة. السحر والعين والحسد وتخبط الشيطان والمس حقيقة لا يمكن تجاهلها، وردت في مواضع كثيرة من القرآن وفي الأحاديث، وبعض الناس ينكرونها. اللي ينكرونها كأنهم ينكرون جزء من كتاب الله أو جزء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جيتم تحاورونهم قالوا لا، هي صح موجودة لكنها نادرة الوجود ونادرة الحدوث وما تصير مع كل الناس. الوسوسة اللي أنتم سمعتم عنها هي أن يكون هم الإنسان منصب على العين والحسد والسحر ويخاف منهم أكثر من خوفه من الله، ولا يعرف قيمة التحصينات والأذكار في حفظه من الأذى، ويقضي عمره مختبئ عن الناس حتى لا يصاب بالحسد، ويحاول جاهدا أن يخفي النعم عن الآخرين. هذا النوع من الناس عنده خلل في العقيدة والإيمان. هذا هو الموسوس، ولا يعلم بأن الله على كل شيء قدير، وأنه لولا حفظ الله لما عاش ولما رزق، وأن كيد الشيطان ضعيف مهما كاد ومهما دبر وسحر، وأن الناس لو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لن يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه، ولو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لن ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له. والآن
خصوصا مع ضعف الإيمان والبعد عن القرآن وإهمال الأذكار وتأخير الصلوات، أصبحت الأمراض الروحية منتشرة انتشار مخيف. اللي ينكرون العين والحسد، أنتم فين عايشين؟ كأنكم معزولين عن الناس. تهاجمون من يتكلم عن الحسد والسحر وهو يعاني الأمرين من متاعبها بأنه موسوس. تزيدون الطين بلة، يعني ما يكفيه متاعبه وحزنه وألمه ومعاناته، تتهمون أيضا بالوسوسة. طيب هل أنا قلت لكم فيني عين وحسد؟ هل جلست أندب حظي وأتشكى لكم مما أصابني؟ أنا أخبرتكم فقط بأسباب غيابي عن القناة، لم أتشكى لأحد. الإخبار بأسباب غيابي عن القناة وطلب النصيحة والدعاء ليس التشكي. من يشتكي من أقدار الله إلا الجاهل. وهل قلت لكم إني امتنعت عن الذهاب للمستشفى أو للجوء للطب؟ أنا أراجع المستشفيات وأرقي نفسي للأخذ بجميع أسباب الشفاء. عملت تحاليل وعملت الأشعة، ولا زلت متابعة برنامج الطبي وأنتظر مواعيدي باهتمام كبير، ولا أهملت هذا الجانب. لكن برضه هذا ما يمنع أني أرقي نفسي بالقرآن وبالأذكار الواردة في السنة والأدعية، فكلها شفاء. وأنا ذكرت في نفس الفيديو اللي ما شاهدتموه مشاهدة كاملة أن الرقية والأذكار والقرآن شفاء لجميع الأمراض، سواء الطبية أو الروحية، وليست فقط للعين والحسد والسحر. عموما ربما من ينكر هذه الأمور يبتليها الله بها حتى يعلم أنها حق، ولا تقوم له قائمة حتى يعود للرقية وللأذكار ويصبح من الموسوسين مثل ما يتهم الناس بذلك. ما أقدر أقول أكثر من كذا، الله المستعان. بس يا ليت بعض المشاهدات قبل ما يكتب التعليق يشاهدوا الفيديو ويعطونا حقه في المشاهدة. أنا ما أقول شاهدوه كامل، يمكن بعضكم ما يسعف هالوقت. في بعضكم ما شاء الله والله يشاهدون فيديوهاتي مشاهدة كاملة ويقولون يا ليتها أطول من كذا. أنا ما أقول شاهدوه كامل، من حقكم تشاهدون قدر ما تستطيعون، لكن على الأقل لا تهضمون الفيديو حقه وتتخطون 3/4 الفيديو وتنزلون التعليقات تكتبون بغير علم. حتى لما تكتبون تكون كتاباتكم عادلة وفي محلها. اعذروني يا غالياتي على الفيديو، ما كان كما تحبون، وما كنت أبغى أتكلم عن هذا الأمر، لكن تكرر التعليق بأكثر من طريقة فحبيت أنهي الموضوع وأدافع عن نفسي بما يليق بقناتي وبمتابعاتي. وانتظروني في الفيديو القادم بإذن الله، بيكون روتين جميل وممتع وبيعجبكم إن شاء الله. جزاكم الله خير على الاستماع والمشاهدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.